طابت أوقاتكم. كتاب اليوم الذي أود أن أتحدث عنه هو رواية الغريب للكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبرت كامو. ألبرت كامو من خلال رواية الغريب يطرح أفكاره الفلسفية والتي تنحصر أو تكون متعلقة بالنظرية الوجودية للفلسفة، بمعنى آخر بأنه يطرح جميع أفكاره المتعلقة بالفلسفة الوجودية في هذه الرواية، وتعتبر هذه الرواية من أهم الروايات تعتبر من أول رواية كتبها الكاتب الفرنسي ألبرت كامو، والتي حصل على جائزة النوبل للآداب من خلالها. هذه الرواية تعتبر رواية مهمة في الأدب العالمي، وتكمن أهمية هذه الرواية في الأفكار الفلسفية التي يطرحها ألبرت كامو من خلال شخصية الرواية، والذي سماها بالغريب، وطبعت وترجمت إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان The Stranger، وطبعة أخرى تحت عنوان The Outsider. وتعتبر هذه الرواية تتحدث في مضمونها عن شخص توفت والدته ووصلته برقية من الملجأ أو من مأوى العجزة بأن والدته قد توفت، وسوف يتم وضعها في المقبرة يوم غد، وهو يتساءل بأن والدته قد ماتت ولا يعلم اليوم أو أمس، وأن هذا الأمر غير مهم. صراحة يعني هنالك رد فعل غريبة يصدر من قبل هذا الإنسان الذي جميع ما يحدث معه في حياته يقابله بردة فعل باردة جدا وغير مكترثة. وحتى أن هنالك بعض علماء علم النفس خصصوا اسم لهذه الشخصية وسموها الشخصية السيكوبائية، بمعنى بأن يعني ضد المجتمع وغير مبالي وغير مكترث ومستعد للقيام بأي شيء في سبيل مصالحه كالجريمة. وفعلا هذا الشخص يقوم بارتكاب جريمة قتل، وثم يأتي إلى محاكمته. وتصوروا بأنه عندما يسأله القاضي ما هي حجتك وما هو سببك للقيام بهذه الجريمة، فإنه يقول وبكل بساطة بأن السبب كان أن الشمس كانت ساطعة وكانت درجة الحرارة عالية. فتخيلوا إنسان يقوم بقتل الإنسان في سبيل أنه درجة الحرارة كانت عالية، أنه يعتبر حجة أو سببا للقيام بالقتل. ومن ثم عندما يأتي إليه القص، وبعد ذلك القص بأنه يصدر عليه حكم الإعدام، ويأتي القص أن يقوم بالتوبة وأن يتعرف على المسيح وأن يشهر إيمانه وندمه على ارتكاب هذه الجريمة، إلا أنه يرفض ذلك رفضا قاطعا، ويقول بأنني إنسان غير مؤمن، وبأن كل ما في الكون هو متساوي ما دام هنالك موت، فإن كل شيء سوف يذهب ويكون زوالا، وإن حياة الإنسان كلها ما هي إلا مجرد شيء عبثي، وأن الإنسان جاء عبثا ويرحل عبثا. هذه هي الأفكار التي طرحها. أنا حاولت بقدر الإمكان أن أتحدث عنها بشكل قصير ومقتضب حتى أن أعرفكم على هذه الرواية، وبالتالي من يستطيع الاستزادة والاستفاضة أو أن يقرأ هذه الرواية لتكون لديه نوعا ما فكرة عن هذا الكتاب القيم الذي كتبه الكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبرت كامو، والذي يعتبر من مؤسسي المدرسة الوجودية في القرن العشرين، إلى جانب الفيلسوف جان بول سارتر والكاتب الروسي الكبير فيودور ميخائيلوفيتش داستويفسكي. وشكرا.